دكتور يمني وعائلته تحت أنقاض منزله في تركيا جراء الزلزال، وطواقم الإنقاذ تعجز عن الوصول إليهم. يقبع دكتور يمني وعائلته تحت أنقاض منزلهم في مدينة مرسين التركية منذ عدة ساعات جراء الزلزال الذي شهدته تركيا. وكشف الصحفي مجاهد السلالي أن طواقم الإنقاذ لم تستطع الوصول إلى الدكتور وعائلته حتى لحظة كتابة الخبر، ولم يتسنى لنا معرفة اسم الدكتور حتى اللحظة. وفي وقت سابق أعلن سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق عن وجود 6 يمنيين في قوائم ضحايا الزلزال المدمر، وأشار إلى أن السفارة تقوم بالتأكد وحصر حالات الوفاة والجرحى ومتابعة حالاتهم. ولفت إلى أن هناك حوالي 300 طالب وأسرة يقطنون المدن التي ضربها الزلزال، مؤكدا استمرار طاقم السفارة في التواصل معهم ومتابعة أوضاعهم.